السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي هنتكلم عن أمر بلوك. في البداية علشان نشتغل على أمر بلوك لازم يكون عندنا فيه اوبجكت عشان نعمله بلوك. في الأول كده هنكتب أمر rec enter، هنرسم وليكن مثلا مستطيل عندنا، هنحدد نقطة البداية وبعد كده نعمل shift add ونكتب مثلا المستطيل ده 600 واو 600 انتر. رسمنا دلوقتي مستطيل ابعاده 600 ملي في 600 ملي. هنراجع على امر اوفست مع بعض، هنكتب او انتر. هيجي يقول لي انت عايز المسافة بتاعة الاوفست قد ايه، اقول له وليكن 50 ملي انتر. وبعد كده اضغط على الاوبجكت واتحرك للداخل، وبعد كده اضغط على الاوبجكت اللي جوه واتحرك للداخل، وبعد كده اضغط على ده واتحرك للداخل، وهكذا. بعمل زي مخرج الديفيوزر. نضغط مسطرة. بعد كده هنيجي هنا على امر لاين ونيجي من المنتصف ونطلع وليكن كده، ونفعل امر اوكسجونال ونطلع وليكن مثلا مسافة طولها 400 انتر. امر اللاين هيكون لسه متفعل معانا. هنزل تحت افعل البولر بس افعل زاوية 15 درجة، واجي هنا اعمل سهم بالمنظر ده. بعد كده احدد الاتنين دول واعمل لهم اي انتر، واجي من المنتصف هنا وافعل الاوكسجونال، واجي من المنتصف هنا واطلع لفوق واضغط كليك شمال، يتعمل لي هنا الخط اللي هو بتاع الميرور واقول له نو. بعد كده اجيب الخط ده واقوم رايح منزله تحت هنا بالمنظر ده. يبقى انا عملت منظر السهم معايا. احدد الاوبجكت ده واقوم رايح عامل ار انتر امر array واقول له بولر، واتاكد ان انا في السناب مفعل هنا الجيومتريك سنتر، واجي المس اي ضلع من اضلاع المستطيلات او المربعات دي هيبان لي المركز بتاع المستطيلات، اقوم راح ضاغط عليه واجي هنا اخلي العدد بتاعهم 4، وبعد كده ادوس في الهواء واشيل associative واعمل close array. دلوقتي نلاحظ مع بعض ان الشكل اللي معانا ده وليكن شكل ديفيوزر اللي هو مخرج الهواء العادي بتاع التكييف المركزي. هنيجي دلوقتي نعمل له بروبرتيز خصائص. هلون مثلا المستطيلات دي هحددهم، واجي هنا في قائمة الخصائص اقوم رايح قايل ان اللون بتاعها بدل ما هو باي لاير. يعني ايه باي لاير؟ يعني لو اللاير اللي هو انت بترسم عليها لونها ابيض هو هيبقى لونها ابيض. بس انا دلوقتي هشيل الخاصية اللي هي باي لاير واخليه وليكن مثلا لونه وليكن مثلا لبني، واجي على الاسهم بتاعته احدد الاسهم بتاعته، واقوم راح جاي هنا في قائمة بروبرتيز اقوم قايل له خلي اللون بتاعها وليكن مثلا ممكن لون لبني بس اكتر غامق شوية. واجي هنا في حاجة اسمها في قائمة البروبرتيز حاجة اسمها لاين ويت. ايه المقصود باللاين ويت ده؟ ده تقل الخط بتاعك. يعني انا مثلا ممكن اخليه تقله نص ملي. لو انا ضغطت على نص ملي نلاحظ وعملت سكيب نلاحظ ان الخطوط ما تخنتش معايا. ليه ما تخنتش معايا؟ علشان في تحت هنا خاصية اسمها لاين ويت انت مش مفعلها. في بعض الاحيان ما بتبقاش باينه معاك هنا، بتيجي على كاستمايزيشن وبتظهر اللاين ويت معاك اهو. لو ضغطت على اللاين ويت هتلاحظ ان الخطوط عندك بقت غليظه. دي لازمتها ايه؟ لازمتها في الطباعه ممكن تتخن خطوط وترفع خطوط. طيب انا هحدد العناصر دي، وبعد ما احدد العناصر دي هاجي هنا على بروبرتيز واجي اقول له خليهولي ديفولت معاك، يعني خليهولي عادي. في هنا عندي برضه في قائمة بروبرتيز حاجة اسمها لاين تايب، نوع الخط. هل هو خط مستقيم عادي ولا خط منقط؟ ما انا ممكن اخش هنا على اذر، وبعد ما اخش على الاذر اعمل هنا لود واخش هنا. دي كلها انواع خطوط، وليكن مثلا ده خط منقط. ممكن اجيب نوع الخط ده واضغط اوكي. اوكي اجي احدد الخطوط دي. بعد ما احدد الخطوط اجي هنا اختار اللي هو الخط المنقط. نلاحظ معانا ان شكل الخطوط دي بقت منقطة. لا ده انا ممكن كمان احدده
واعمل بي ار انتر اللي هي اختصار بروبرتيز، هتتفتح لي القايمة الاكبر والاشمل في الجنب. هيقول لي هنا انت عندك حاجة اسمها، هنكبر الشاشة دي، هيقول لك انت عندك هنا حاجة اسمها لاين تايب سكيل، يعني واحد، يعني المسافات ما بين كل نقطة ونقطة واحد. انا ممكن اجي هنا في بروبرتيز واخليها 5 ونشوف ايه اللي هيحصل، ايه الفرق اللي هيحصل لما نخليها 5. نلاحظ مع بعض ان المسافات زادت، المسافات البينية زادت. طبعا هنا المسافات زادت بس عشان الاوبجكت صغير، فانت تبان اللي هو ما عادش فيه غير شرطة واحدة بس فيه. اما أنا هنا لو خليتها مثلا 2، شوف ايه اللي هيحصل معانا، المسافات قربت قوي من بعضها. ده طبعا انت بتتحكم هنا في السكيل. طبعا انت كنت تقدر تتحكم في قائمة الخصائص من هنا، او تتحكم في قائمة بروبرتيز من هنا. وقائمة بروبرتيز اللي هنا دي انت ظهرتها ازاي؟ من خلال قائمة فيو، ضغطت هنا على بروبرتيز، يبقى دي قائمة الخصائص. طبعا انت تقدر تتحكم في الشفافية برضك، وتقدر تتحكم في كل حاجة هنا، واللون اللي هيطبع عليه، وتعرف طول الخط قد ايه، والزاوية والتفاصيل الجيومترية بتاعته بالكامل. انا هحدد العنصر ده واقوم رايح جاي هنا في بروبرتيز، اخليه السكيل بتاعه 1 عشان يبقوا كلهم زي بعض. طيب بعد ما انا عملت البلوك بتاعي ده، عملت الاوبجكت بتاعي عايز اعمله بلوك، بحدد العناصر كلها اللي انا عايز اعملها بلوك، واقوم رايح ضاغط على امر بي انتر، اختصار بلوك. بكتب هنا اسم العنصر بتاعي او اسم الاوبجكت، اسميه وليكن ديفيوزر. ديفيوزر وليكن مثلا 24 في 24 بوصة. منساش نحدد حاجة اسمها البيك بوينت. ايه البيك بوينت؟ النقطة اللي انا بمسكه منها. بقوم راح ضاغط هنا على البيك بوينت واحدد النقطة اللي انا همسكه منها. افضل نقطة تمسك فيها الديفيوزر هي الاركان بتاعته، اي ركن من الاركان بتوعه، علشان انت اما تيجي توقعه على بلاطات 60 في 60 فانت تمسكه من الركن تحطه في الركن، افضل من اللي انت تمسكه من المنتصف. كده هو بمجرد اما انت لقطت البيك بوينت اخد الاحداثيات بتاعتها بناء على اللي انت راسم فيه. اوكي، دلوقتي ده بالنسبة لنا لو انت حددت بس السهم كله اتحدد عشان بقى بلوك معاك. طيب البلوك ده لو انت عايز تعدل فيه، قدامك طريقة من طريقتين. هاخد منه كوبي، سي او انتر، واخده هنا. الطريقة الاولانية ودي طريقة اللي هو مش عارف، هيحدد البلوك اللي هو عمله ويفجره، والتفجير اختصاره اكس انتر اللي هو اكسبلود، بقى عبارة عن خطوط، رجع تاني لخطوط. تقدر تتحكم فيه وتغير الخصائص بتاعته وتعدل فيه براحتك خالص. طيب بس انت كده خسرت حاجة، خسرت اللي انت اما هتيجي تحدده تاني وتعمله بلوك، ما ينفعش تسميه بنفس الاسم اللي فات. يعني ما عادش ينفع تسميه ديفيوزر 24 في 24 عشان هو بالفعل في بلوك اسمه كده، فما ينفعش يبقى في بلوكين بنفس الاسم، ودي مشكلة. فانت هتضطر تسميه اسم تاني. طب امال ايه بقى الطريقة الصح؟ الطريقة الصح اللي انت تضغط على البلوك كده ضغطتين، ضغطتين كليك شمال، هيتفتح معاك حاجة اسمها الايديت بلوك ديفينيشن. تخش هنا اوكي، هيتفتح لك شاشة تانية خالص. الشاشة دي زي برنامج الاوتوكاد بالظبط بس داخل البلوك. هتخش هنا على قائمة هوم وتشتغل براحتك خالص، وليكن مثلا عايز امسح ده وعايز امسح ده وعايز امسح ده، اعمل لهم ايه انتر. وليكن مثلا الاسهم دي كلها عايز اخليها من قائمة الخصائص، عايز اخليها باي لاير تبقى خطوط ظاهرة. بعد ما بخلص التعديلات دي كلها باجي هنا بعمل حاجة اسمها كلوز بلوك اديتور، اقول له سيف. دلوقتي انا استفدت ايه؟ استفدت ان البلوك لسه زي ما هو، ما حصلوش اي تأثير ولا اي مشاكل خالص. اما هنا لو انا جيت احفظه تاني كبلوك، انا هضطر ان انا اسميه باسم تاني. احدد الاوبجكت وامسح البلوك ده خالص واعمل له اي انتر. طيب البلوك دلوقتي انا مسحته وما عادش موجود عندي في المشروع. اقدر اجيبه ازاي؟ هو البلوك اتمسح قدامك من شاشة الرسم بس ما اتمسحش من القالب ده.
طب انا اجيبه ازاي من القالب؟ لو جينا على قائمة البلوك اللي فوق دي هنلاحظ اللي فيه هنا حاجة اسمها insert. لو ضغطت على insert هتلاقي كل البلوكات اللي معمولة عندك اللي هو منهم ديفيوزر 24 في 24 بوصة. لو ضغطت عليه هتلاحظ اللي انت مسكته من النقطة اللي انت حددتها بيج بوينت، فدي لازمة تحديد البيج بوينت، علشان لو انت ما حددتش البيج بوينت في بعض الاحيان بياخد لك البيج بوينت هنا وتنزل الديفيوزر بعيد، ممكن المسافة تبقى بعيدة جدا اللي انت اصلا ما تحسش اللي انت نزلت ديفيوزر. فعشان كده يفضل اللي انت تكون محدد ايه البيج بوينت. هل البيج بوينت دي النقطة اللي انت بتحركه بس منها فيه؟ لا خالص، هي دي نقطة مساعدة اللي انت لو وقفت هنا تقدر تحركه منها بسهولة. اما انت ممكن تحدده وتعمل انتر وتيجي تحركه من هنا اهو بتحرك. فالنقطة دي هي نقطة استرشادية اللي هي من الاخر بتعرفك احداثيات الاوبجكت ده ايه او البلوك ده ايه. لو جينا نلاحظ هنا هنلاقي هنا كرييت اللي هو لو انا عندي مجموعة من الاوبجكت بدل ما اعمل بي انتر وتطلع لي بالشاشة دي، لا انا ممكن احدده واقوم راح جاي هنا قايل له كرييت. فبمجرد ما بعمل كرييت بيطلع لي هنا نفس الشاشة بالظبط. ممكن احدده واجي هنا اعمل حاجة اسمها البلوك اديتور، لو ضغطت عليها هيتفتح لي بدل اما انا كنت بضغط على البلوك ضغطتين تتفتح لي. تمام. وهي كده دي قائمة انذرت بمنتهى البساطة، وده الفرق ما بين البلوك وما بين الاكسبلود وما بين الاديت في البلوك وما بين الانسيرت. وعرفنا قائمة insert وعرفنا قائمة بروبرتيز. وطبعا ما ننساش اللي فيه هنا حاجة اسمها الشفافية، تقدر تتحكم في شفافية البلوك كمان، اللي هو مثلا العنصر ده كنت عايز الالوان دي تكون اقل شفافية كنت اقدر اتحكم فيها ببساطة. وطبعا كنت اقدر احط هنا في المثلث المصمت ده اعمل هنا مثلا هاتش. كل ده بوظف الأوامر اللي أنا عرفتها في خلال عمل البلوكات معايا. وشكرا لكم.